صاحب جلالة الله ينصو كانت عنده رؤية واضحة اللي شرفنا بقيادة الحكومة في 2021 من بعد ما تقوا فينا المغاربة نتجاوزوا الأزمة بسرعة وفي نفس الوقت نواصلوا بناء المستقبل باش نزيدوا في الأجور ونزيدوا من عدد الأساتذة والأطباء ونديروا دعم الأسر ودعم السكن وإنجازات اجتماعية أخرى وفي نفس الوقت نحافظوا على التوازنات الاقتصادية. هي في حقها ما سهلش لكن قدرنا نحققوها الحمد لله. من غير القطاعات اللي ذكرت زدنا كذلك في السميك والسماك في الفلاحة، خفضنا الضريبة على الدخل باش تدعم الموظفين والأجراء خاصة الطبقة المتوسطة. ومن جهة أخرى رفعنا من الاستثمار العمومي عام وراء عام وشجعنا الاستثمار الخاص في جميع جهات المغرب باش تكون عندنا عدالة مجالية، بالإضافة لبرامج إنعاش الشغل واستراتيجيات قطاعية واضحة. والحمد لله بفضل الرؤية ديال صاحب جلالة الله ينصو ومجهودات الحكومة بمختلف قطاعاتها، نتائج بدأت تبان من خلال إشادات متتالية من عند المؤسسات الدولية وشهادات مواطنين اللي بدينا نسمعها يوم بعد يوم وكتزيد تشجعنا. آباء بداو كيشوفوا المستوى ديال وليداتهم كيتحسن شوية بشوية في مدارس الرياضة ومضى كينوهوا الخدمات ديال السبيطارات، وشباب لقاو في الجامعة المغربية تكوين اللي يمكن يفتح لهم آفاق جديدة. هذا غير مثال ديال قطاعات اللي النتائج ديالها كتطلب عادة سنين وسنين باش تبان واللي الحمد لله قدرنا نصلحوها في العمق. مازال نتائج أخرى في الطريق إن شاء الله، خاصة في التشغيل اللي هو الأولوية ديالنا حاليا بفضل خارطة الطريق اللي اشتغلنا عليها واللي غادي نقدم لكم التفاصيل ديالها عما قريب إن شاء الله.